السلام عليكم يا جماعه. انا جاي اتكلم معاكم النهارده على حاجه بتستفزني، يعني حصلت على مدار ما احنا بنبيع معدات تدريب يمكن مرتين او ثلاثه. في ناس بتطلب كمامات او اي معدات، وبعد كده المندوب يروح لها ويقعد يحاول يتواصل معاهم يوم واثنين وثلاثه ما بيعرفش يوصل لها. الكمامه دي كانت رايحه اسوان، صاحبها طالب الكمامه وعليها اسم، يعني ما ينفعش حد ياخدها، هي معموله كاستمايزد ليه هو. طبعا الكمامه الكرتونه متبهدله زي ما انتم شايفين من المروح والمجي، كانت رايحه اسوان ومكتوب عليها. فموقف زي ده انت بيجيلك مثلا انت دافع عربون عليها، ماشي، الناس بتزعل اصلا لما بنقول لهم ادفع عربون طالما انت عايز كمامه ايه مصنعه لكلبك باسم كلبك والكلام ده. طب الكمامه راحت ورجعت، انا هعمل بيها ايه؟ يعني كمامه انت ما ردتش على الناس او ايا كان، ومشوار زي ده اسوان، مش هقول طبعا اسمك ولا العنوان ولا الكلام ده، بس الناس بتوع المبيعات حاولوا يتواصلوا معاك، بتوع التوصيل نفسهم المندوب حاول يتواصل معاك، مفيش. الاوردر بيروح وبيجي، ده تكلفه عليا، بدفع ثمن كمان رجوع الاوردر، فحرام يعني. فانا بعد كده اللي هيعوز حاجه زي دي هيدفع على الاقل خالص نص ثمن المصري يعني. وشكرا، سلام عليكم.